هلا شلون صرت؟ طاب مساءكم أحبتي. تحية الورد لجمال حضوركم البهيج. أهلا وسهلا بكم الحضور جميعا أساتذتي الكرام. سماعات ماكو صوت. آمين. تحية إكرام وإجلال إلى الحضور جميعا أساتذتي الكرام، باسمكم وباسم نخيل عراقي نحييكم بهذه المناسبة الرائعة الثقافية التي نتناول بها قام من قامات الأدب الروائي الأستاذ فريد الطائي، وليتكلم حضورنا بجمال حضور الدكتور رئيس منظمة نخيل عراقي الدكتور مجاهد أبو الهيل. فليتفضل. ليش ما تقدم الضيفات العزيزات، كلمات الضيوف الأعزاء، أمسية مختلفة جدا، ضيوف مختلفين ومتميزين جدا. نخيل العراق اليوم تحب ضيفة على الروائي الرائع الأستاذ فريد الطائي، فأهلا وسهلا بكن وبكم وبه. نورت نخيل هذا المساء، نخيل العراقي التي تبحث عن فريد الطائي منذ سنين، وأنا أتردد على الميدان، وكسبت هذه النخبة من الأصدقاء الذين أعتبرهم هم الأقرب لقلبي ولروحي ولذائقتي. كنت أتردد على محل أيام زمان للروائي الأستاذ فريد الطائي، وكلما دخلت عليه إما يقرأ أو يكتب، فلم أكن أعرفه آنذاك، لكنني عرفت أن هذا الرجل المختبئ وراء كم رائع من التراث والأنتيكات يختبئ خلفه روائي رائع وكبير، روائي لم تعرفه ربما وزارة الثقافة ولا مؤسساتنا الرسمية، لكن هذه النخبة ونخيل عراقي يعرفونه جيدا، لأن للأسف الشديد أن مؤسستنا الرسمية قصرت كثيرا في التعرف والاحتفاء بهذه القامات الكبيرة. قرأت روايتين من رواياته التي أهداني إياها، روائي كبير سارد مهم جدا. لست ناقدا روائيا، لكنني أمتلك أو أدعي أنني أمتلك ذائقة بالقراءة. فهذا الرجل الذي سيجلس أمامكم بعد قليل يستحق التكريم ويستحق الاحتفاء به، ويستحق أن نكرر ما نطالب به عند تشكيل كل حكومة، هو أن تختار وزيرا للثقافة يعرف أزقتها ودهاليزها، ويعرف الطريق إلى اتحاد الأدباء، والطريق إلى فريد الطائي، والطريق إلى كل الكنوز الثقافية الموجودة في هذا البلد. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الذين كل صباح جمعة أأوي إليهم هربا من ما يدور حولنا من معارك وانكسارات في هذا البلد الذي لا نريد له أن ينكسر، لكن ما يرمم انكسارات هذا البلد هو فريد الطائي وأمثاله من الذين
أعتبرهم هم منقذي التراث العراقي، منقذي الثقافة العراقية الحقيقية. تجد هنا في هذا الميدان الرائع كل من يحترق قلبه على التراث العراقي والحضارة والثقافة أكثر من المعنيين بهذه المؤسسات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ الروائي فريد الطاهر. ولد في الموصل عام 1952. أكمل دراسته الجامعية في بغداد عام 1978. حصل على شهادة البكالوريوس كلية العلوم قسم الرياضيات الجامعة المستنصرية. عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. صدر له الكنزة الزرقاء رواية دار سطور بغداد 2019. توهمت أني أحلم رواية دار الكتب العلمية بغداد 2024. رائحة الطين رواية دار الكتب العلمية بغداد 2025. شكرا جزيلا على الإصغاء. نرحب بالأستاذ الروائي فريد الطاهي، فليتفضل. إخواني، حقا سعادة غمرتني وأنا ألتقي بهذا الجمع الجميل المشرق الذي ترفرف فوق أكتافه الذائقة الفنية والوعي. حين وطأت أقدامنا هذا الصرح الثقافي الكبير، شعرت للوهلة الأولى بأن الأستاذ الصديق العزيز الدكتور مجاهد أبو الهيل قد كرس عمله في هذه المؤسسة المدنية الثقافية لرسم مسار ينبض بالفن والحياة. فشكر وتقدير إلى الأستاذ مجاهد أبو الهيل. نحب نبدأ فيها الثواب. عالم الرواية عالم فسيح. عنه. ويكون سؤالنا الأول. أنا صراحة كتبت دونت في سجل. كيف تعلم انطلاقك في كتابة الرواية المتأخر نسبيا مع احترام؟ إخواني، هذا السؤال جميل جدا. حقيقة أن الكتابة كانت هاجس لي كبير يحيط بي أينما رحلت، لكن توجد هناك تابوهات كثيرة تمنع هذا الفعل. الأول إخواني بصراحة أن الأدب ليس مهنة للعيش إلا لكتاب معدودين. هناك كتاب ماتوا جوعا وآخرين باعوا أنفسهم ليأكلوا. السبب الثاني إخواني الجري وراء رغيف الخبز. أنا كنت صغيرا أدرس في الجامعة وأذهب إلى العمل إلى ساعة متأخرة من الليل، فمن أين لي الوقت الكافي لكي أكتب؟ لكني كنت قارئا نائما أقرأ كل يوم. ثلاثة التابوهات الكثيرة الممنوعات يعني اللي كان يسلطها النظام السابق، من كتم الأفواه وعدم منح الحريات، والإنسان يخاف من السلطة حتى أن يكتب سطرا واحدا لكي لا يفسر أنه ضد النظام وضد النظام. 4 بدأت أكتب أنا في هذا الوقت المتأخر. بعد التغيير إخواني أصبحت فسحة من الحرية لدينا.
نكتب ما نشاء ونتحدث عن ما نشاء دون رقيب. فهذا الأمر كان مشجعا ودافعا لكي أكتب ما أريد. شكرا. كان في سردك للمكان في روايتك توهم أني أعلم الأماكن الإيرلندية، يعني سردا دقيقا جميلا. ما هي مصادرك لهذه المعلومات؟ كثير. نعم. كان واحد متعمق عايش يوم. وأنا يعني دبلن كبلد الحقيقة لم أزوره ولم أراه، لكني استقيت معلوماتي بعد أن تعبت كثيرا لكي أبحث عن الطقس وأسأل عن الشوارع وعناوين الأماكن لكي أحولها بشكل فني في الرواية. فهذا الأمر جدا أتعبني، وبالنتيجة ظهرت بمساعدة أخ لي طبيب هو يعيش في دبلن، كان يساعدني بالمناطق وأنا أحولها إلى أبعاد فنية وأسطرها على الورق. هذا كان يعني الناتج النهائي اللي وصل. حتى في العادات والتقاليد. والعادات والتقاليد والطقوس وكل ما يكون. الأستاذ أمين. أي. فليتفضل الأستاذ الناقد أمين الموسوي ليقول كلمته في روايات فريد الطائي. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ لا على المنصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طابت أوقاتكم. ربما بجملة أو أكثر عن الروائي فريد الطائي وهذا الإنتاج الغزير في مدة قصيرة قياسا لمن يكتبون الرواية. فهو قد كتب 3 روايات في 5 أعوام، وهذا كثير من خلال الوقائع التي نعرفها عن الروائيين وكتاباتهم. أقول لو لم يكتب فريد هذه الروايات لانفجر. هذه الروايات بدأها بروايته الكنزة الزرقاء، وهي أول منجز له في عالم التأليف، وهي التجربة الأولى في كل الأشياء غالبا ما تأتي فجة تعتريها الركاكة والضعف وتنقصها التجربة. ولكن فريد الطائي أنجز عملا فيه ما فيه من دلائل النضج والجمال، وكأنه أنجز أعمالا سبقت عمله هذا. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن الكاتب أنجز روايته هذه وهو في خريف العمر الذي منحته سنينه تجارب وقراءات مختلفة تضعه داخل ركب المثقفين. وخير ما يجسد ثقافته ما أتى على لسان بطل روايته هذه كنزة زرقاء. سلام اسم البطل الذي يتحدث عن الصخب والعنف لويليام فوكنر، ويتحدث عن بيغماليون ورمزيتها، ويتحدث عن فلسفات وحداثات
وبما أن سلام هو الراوي العليم فهو يمثل الأنا الثانية للمؤلف، وتعكس الرواية ذوقا جماليا واضحا في الإشارة إلى منابع الجمال في التحفيات القديمة الانتيكات، وهذا يمثل موقفا من الجمال وإن كان قديما مستمد من قدامة الأشياء، وغالبا ما يتجسد ذلك في الإشارة إلى الذوق البغدادي الأصيل سواء في الأثاث أو في الأمكنة. فالبطل يتحسر على شارع الرشيد فيقول: أتجول في شارع الرشيد الذي فقد هويته بالماضي البعيد بعد أن اختفت الدكاكين القديمة والتراثية. أما التحفيات الانتيكات فيصورها لنا تصوير عارف بها وبأسرار جمالها وأصالتها، فهو يتداولها مشيرا إلى أشكالها ومزاياها الجمالية بدقة، كقوله: ثريات الكريستال النمساوي تتدلى من سقفها، النقوش المغربية ألوانها زاهية، تتوسط الصالة منضدة خشبية منقوشة ومطعمة بالصدف تتلألأ فوقها مزهرية كريستال. وهكذا تسيل لغة الانتيكات في أشياء أخرى مثل الماعون البلغاري وفرشة العرس، مما يشير بوضوح إلى التمسك بالأصالة والابتعاد عن الزيف وإن كان معاصرا. ولعل اشمئزاز البطل سلام من وفاء إحدى الشخصيات واستصغاره لها بسبب طريقة تبرجها وطريقة تجملها الزائد عن حدوده، لأن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. يمثل ذلك الاشمئزاز والاستصغار رد فعل الجمال الأصيل على النزيف والبهرجة الفارغة. فبطل الرواية سلام شخصية مثقفة واقعية كادحة تعتز بانتمائها لطبقتها، وانطلاقا من صفاتها هذه تواجه سهى التي يهواها القلب ويهيم بها، ولكن انتماء سهى الطبقي المتناقض مع انتماء سلام يجعله واقعيا، فيكبت عواطفه وينصاع للواقع فيقول: كنت أستشعر كبرياءك، يخاطبها، كامرأة طبقتك البرجوازية تضفي عليك هالة من الترف. وموقفه هذا مستمد من واقعه الكادح حينما يقول: كسرة الخبز تواجه هذا العواء العاطفي المجنون وتنتصر عليه. هذا مستمد من تاريخ والده الذي يغادر الموصل إلى بغداد في مطلع الستينات ثم يعتقل بسبب أفكاره اليسارية، ولكنه يبقى معتزا بأفكاره
حتى بعد أن أخذ الزمن من عمره الشطر الأكبر. نحن بحاجة لفكر هذا نص يعني اقتباس، يقول الوالد: نحن بحاجة لفكر يستوعب المرحلة ويسعى لتخفيف وطأة الحياة عن الطبقات المسحوقة والأشد فقرا. أما لغة الرواية فقد كانت هي اللغة الوسطى المعبرة عن المعنى بألفاظ لا تبتعد عن الفصيح المفهوم، مع استنطاق مظاهر الطبيعة لتجسيد المعنى المقصود بما تجود به الطبيعة من لون أو صوت أو رائحة، فيأتي المعنى مشرقاً معبراً ببلاغة هي بلاغة الطبيعة. فهذه سهى تعبر عن أملها في تحقيق حلمها بالزواج من سلام. ماذا تقول؟ ربما يأتي اليوم ويدك تلامس جسدي، حينها يدنو الربيع، أغصان الأشجار تتراقص، والعشب يدب في الأرض القاحلة. وقتها لن يعود للموت معنا. هذه هي البلاغة الجديدة، بلاغة الواقع، وليست البلاغة التي تعتمد الزركشة والزخرفة اللفظية فتنتج لنا معنى أجوفا. نعم. إذن فدنو الربيع وأغصان الأشجار المتراقصة والعشب الذي يدب في الأرض القاحلة وتحدي الموت بإفراغه من معناه، كل هذا جاء ليظهر بلاغة ملامسة اليد للجسد بين حبيبين. فالبلاغة بلاغة صنعتها الطبيعة التي أوحت بما أوحت من معان تلامس أوتار القلوب بلا اصطناع ولا عنة. والطائي كما جاء على لسان ظله سلام بطل الرواية يقول: أتعامل مع اللغة لتجسد مشاعري على الورق. وقد كانت هذه البلاغة معبرة عن طبع لا تطبع يتسم به فريد الطائي، ولذلك ينهي روايته في صفحتها الأخيرة بقوله: فتحت النافذة ليلا، العيون تبحث في فضاء مظلم عن بريق أصيل، عن سحابة مضيئة وسط النجوم. ما سر هذه الحياة؟ الأوراق باتت تتساقط، فالمتلقي مهما كان مستواه يدرك أن الرواية انتهت بهذا الفضاء المظلم وتساقط الأوراق، ولكن الإنسان الحقيقي يبقى باحثاً عن بريق أمل وسحابة مضيئة وسط هذا الركام من الظلام والظلاميين. في الرواية بعض من الهنات النحوية التخلص منها يجعل الرواية أكثر حلاوة. فتلك الأخطاء الصغيرة القليلة أعشاب تزاحم الجذور لتمتص بعضا من ألاقها. هذا في رواية الكنزة الزرقاء. الرواية الثانية هي توهمت أني أحلم. هي الرواية الثانية بعد روايته الأولى الكنزة الزرقاء.
جاءت بغلاف طغى عليه اللون الأسود تعبيراً عما يسود أجواء الرواية من رعب وسوداوية، يوحي السواد بصورة دب غامض الملامح، وثمة بقعة يميل إلى البياض لونها، وكأن هذه البقعة فراشة ترمز إلى أمل ينبثق من ركام الألم الأسود. بطل الرواية طارق طبيب. مفتاح شخصية هذا الطبيب هو كما في النص كما في الرواية يقول إن الوطن يشكل لديه عمقا وحنينا لا يغادره في مسارات حياته المختلفة. هذا المفتاح للشخصية يكشف ما فعله وما عاناه على امتداد صفحات الرواية التي تنتمي إلى الواقعية في بنائها وتراتبية أحداثها، فلا فانتازية ولا عجائبية أو غرائبية ولا واقعية سحرية. وبما ربما أراد الكاتب بهذه الواقعية أن يقول للقارئ إن في الواقع ما يفوق الخيال من غرابة وفانتازيا. فما معنى هذا التعذيب الوحشي الذي قاساه طارق على يد أجهزة أمن النظام؟ صورة من التعذيب يقول: بصق رجل الأمن في وجهه، في وجه طارق، قال: سأجبرك على الاعتراف. ربط الأكتاف والأيادي والأقدام وبين الأليتين بشبكة من الأسلاك الموصلة بدائرة كهربائية تدار بعتلة يدوية. التيار الكهربائي اخترق جسده. بات صراخه يعلو ويمزق جدران الغرفة حتى فقد الوعي. انتهى الاقتباس. هذا التعذيب البشع أحدث خللاً مقصوداً في رمز فحولة طارق. كل هذه القسوة لماذا؟ لأن طارق كان يدون بعضاً من معاناة الناس. هو الآن أستاذ فريد قال: أنا كنت أخاف أكتب سطراً حتى لا يكتب علي أو يكتب علي أو كذا. إذن كان لأن طارق كان يدون بعضاً من معاناة الناس في مدونة شخصية تشير إلى جرائم النظام وحروبه العبثية. وقد وشى ساقط من الساقطين بأمر هذه المدونة التي أخفاها طارق، فيغادر مع صديقه وزميله محمد إلى ليبيا. طيب، ثم من ليبيا إلى أيرلندا، حيث تبدأ خيوط السرد بنسج قصة حب جارف بين الطبيب طارق والإيرلندية الشقراء هيلين. ولكن طارق كان يشعر بالدوار كلما فكر في حياته التي انقلبت رأساً على عقب خلال حقبة الاعتقال، إذ أصاب عضوه خلل بقسوة التعذيب يؤرق طارق هذا الخلل، فيردد ضميره النقي الصادق. اقتباس: ماذا يردد ضميره؟ يقول: أنا أعلم أني لن أستطيع الزواج منها. وهكذا. تلك هي خيوط السرد لأحداث الرواية أشرت إليها، وقد تفسد إشارتي لذة متابعة السرد في الرواية للقارئ. ولكن فريد الطائي
سيمنح القارئ لذة أخرى، إذ إنه يؤسس الفضاء السردي بعناصر وصف تشد من خيوط السرد وتمكنها في نفس القارئ، وهو حين يصف ما حول المكان يضفي على السرد متعا وشدا وجمالا، تنسجم هذه المتعة وذلك الشد وهذا الجمال مع نسيج السرد بشكل عام. فالطائي يذكر غنى صالح الليبي فيرسم صورة لذلك الغنى. ماذا يقول؟ يملك صالح مزرعة كبيرة قرب العاصمة يتوسطها منزل واسع 3 طوابق تغلف جدرانه من الخارج أحجار جبلية غاية في الروعة، شرفات المنازل على طراز أوروبي مطلة على المزرعة الغارقة بأشجار اليوكاليبتوس وأنواع الأشجار المثمرة من الحمضيات والتفاح والعنب. هذا ما يسميه النقاد تأسيس فضاء السرد، يعني لا ما فيه حدث لكنه يشد القارئ المتتبع بهذه اللغة الجميلة. وهكذا ألومه أيضا أنه أحيانا بعض الحدث أو بعض التصرف لا ينسجم مع فن السرد، لأنه مثلا طارق الطبيب يطلب الانتماء إلى نقابة الأطباء العراقيين في بغداد. طيب فكيف يطلب الانتماء إلى النقابة في العراق وهو يدين النظام الذي دمر حياة الألوف المؤلفة من أبناء الوطن ببشاعة تفوق التصور، كثرم البشر والاعتداء على شرف النساء وإعدامهن أحيانا وتعويق المعتقل عوقا مدمرا كعوق طارق؟ أيمكن أن يطلب إنسان الانتماء إلى نقابة الأطباء وهو يتصف بهذه الصفات؟ وأخيرا عفوا إذا عندك شيء بعدما أنتهي. وأخيرا روايته الثالثة بإيجاز حتى لا أكون مملا، رائحة الطين، هي الأخرى غوص في الصراع الاجتماعي. طبعا الأدب إذا لم يجسد الصراع الاجتماعي فإنه سيبقى أدبا بعيدا عن قراءة التاريخ المقبل، لأن التاريخ هو تاريخ الصراعات الاجتماعية. نعم. يقول الصراع الاجتماعي وكأنها تأكيد لروايتيه السابقتين، إذ اتخذت من الواقعية شكلا لها يجسد مضامين ذلك الصراع، فجاءت مطابقة لمقولة ماركس: الشكل لا قيمة له إذا لم يكن شكلا للمضمون، لأن المأساة التي تعاني منها أسرة الأم الكادحة المغيب زوجها السياسي تجسد ما عانته في إعالة الأسرة بكدحها ورعاية ابنها كمال في واقع مزر أوصل هذه الأسرة إلى حافة التشرد، حتى رضيت الأم أن تكون عاملة في بيت أحد الأغنياء مع الحفاظ على كرامتها ورعاية ابنها كمال حتى أكمل دراسته صيدلانيا، وعندها تزوج من هدى التي أحبته وهي ابنة العائلة البرجوازية. ولعل عبارة الناقد حمد العطار قد جسدت جوهر الرواية حين قال حمد العطار: إن الحلم حين يولد من رحم الطين يظل قادرا على الإنبات مهما كانت الأرض قاحلة.
ختاما أقول إن الأديب فريد الطائي روائي اختار المنهج الواقعي وسيلة للتعبير عن مضامينه التي تغوص في عمق الصراع الاجتماعي، منحازا إلى الطبقات الكادحة ومدينا إرهاب النظام السياسي السابق غالبا بلغة بلاغتها في واقعيتها التي تركز على المعنى بعيدا عن التزويقات اللفظية، وغالبا ما يلجأ إلى التحف القديمة وجمال الطبيعة بما يتناسب ومهنته، وكأنه بهذا يرد على مقولة رولان بارت موت المؤلف، وهو يؤمن أن عاطفة الحب تتجاوز التقسيم العرقي أو الطبقي. ففي الكنزة الزرقاء سلام وهو مثقف كادح يهوى سهى ابنة البرجوازية، وفي رائحة الطين كمال ابن الطبقة الكادحة يهوى هدى ابنة الطبقة البرجوازية. وفي روايته توهمت أني أحلم طارق العربي العراقي يهوى هيلين الإيرلندية الشقراء. كل هذه الإشارات تفصح عن فكر إنساني جسده الطائي فيما كتب في رواياته الثلاث. وختاما شكرا لمؤسسة نخيل عراقي ولراعيها، إذ طالما جادت، ليس في هذه الندوة، أنا حضرت أكثر من ندوة هنا، شكرا لها لأنها إذ طالما جادت وتجود برطب الإبداع معطرا بالهيل لتقدمه لنا طبقا شهيا أهززنا جذعها أم لم نهز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. عشنا مع عوالم 3 روايات وليس رواية واحدة. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل الناقد أمين الموسوي. والآن يسموها لدينا مداخلات، وستكون المداخلة الأولى للكاتب نفسه لأن طلب مني ذلك. وأن تعقيب على الأستاذ الناقد الكبير أمون الموسوي، ونشكره على هذه الكلمة الإبداعية في كل شيء. بالنسبة للدكتور طارق في الرواية لم يطلب من النقابة تأييد، لكنه حين قدم أوراقه لدراسة الدكتوراه من ضمن الشروط طلبوا منه أن يأتي بكتاب من نقابة العراق الطبية تؤكد ممارسته للطب وليس هو رغبة منه. هذا أرجو أن يعني يكون واضح للأستاذ أمين. نعم إخواني. أوكي. هاي نفتح باب المداخلة. لا تكلم عن الرواية. أنت كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، بشكل عام إن مهمة الأدب هو تغيير الإنسان، أي جعله أكثر إدراكا وحساسية وأقدر على قراءة الواقع الذي نعيشه. أكد النقاد الغربيون على أن الرواية كجنس أدبي مستقل خرجت من رحم رواية سيرفانتس لكيشوت عام 1605. تتزايد أهمية الرواية الراهنة سنة بعد أخرى، مما جعلها مرآة تعكس وجع الشارع وهمومه وآلامه. ومن التحديات التي تواجه الرواية هي لغة الحوار. الحوار يعتبر ركن أساسي في الرواية، فهو بمثابة الدم الذي يجري في العروق، أي يمدها بالحياة.
ومن خلال الحوار تتضح ملامح الشخصية وتتمدد في سياق الأحداث بفعلها ورد فعلها. لقد أكد الناقد الكبير المصري جابر عصفور من ضمن التحديات اللي تواجه الرواية، ذكر أن التابوهات الثلاثة هي الممنوعات ممثلة بالسياسة والجنس والدين، ذكر أنه تؤرقنا وتفسد علينا مناقشة الأعمال الأدبية، إن الرواية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الحقيقة كانت ذات نزعة إنسانية ممثلة بالكاتب الكبير تولستوي صاحب الحرب والسلام وأنا كارنينو، والكاتب الفرنسي بلزاك وروايته المشهورة مدام بوفاري، والكاتب الروسي ديستوفسكي كان غزير الإنتاج ومن رواياته المراهق والجريمة والعقاب والأبلة، ولكن قبل أن يغادر هذه الحياة كتب رواية مهمة يستحسن أن تقرأ، الأخوة كرامازوف. في حين أن الرواية في القرن العشرين قد اختلف الأمر، أصبحت ذات نزعة نقدية بعصر ويليام فوكنر الكاتب الأمريكي صاحب رواية الصخب والعنف والذي نال جائزة نوبل عام 1949، والكاتب الإيرلندي سومايل بيكت أيضا نال جائزة نوبل في عام 1969 عن روايته أحلام المرأة العادية، والأخيرة هي توني موريسون الكاتبة الأمريكية الأولى التي نالت جائزة نوبل من أصل أفريقي، وروايتها الأولى كانت العين الأشد زرقا. إخواني، أحيانا بعض الروايات يعني ما تقتصر البطولة فقط على الإنسان. رواية الشيخ والبحر للكاتب الأمريكي الكبير الذي غادرنا منتحرا أرنست همينغواي، رواية الشيخ والبحر كانت السمكة لا تقل بطولة عن الصياد سانتياغو بشموخها ومقاومتها الجريئة وحضورها. إنما يميز أي كاتب، يجب أن تتميز كتاباته بيش بالموضوعية والثراء والبعد الفني لكي ينال إعجاب القارئ. الناقد الكبير باختين يقول الكلمة في الرواية تعيش من خلال توجهها الحي إلى الموضوع. لذلك نرى أن الشاعر الروسي سيرجي يقول لا تقلد صوت الكروان، غني بصوتك ولو كان أشبه بصوت ضده. الكاتب الكبير ديستوفسكي عندما كتب روايته الأولى أرسل المسودة إلى الناقد الكبير المعروف بالنيسكي. حين قرأها وأتم قراءتها هذا الناقد غادره النوم، بات مضطربا، أحاطت به الدهشة حتى هرع فجرا إلى منزل ديستوفسكي، شد على يديه وشجعه، وفي الصباح بشر الشعب الروسي بولادة روائي عظيم. وتتوالى الأزمنة وتتحقق نبوءة هذا الناقد الكبير، بحيث أصبح ديستوفسكي روائيا عظيما على مستوى العالم. أخواني، إن من يروي الرواية وقد عاش أحداثها فعلا فهذا الأمر يضفي على الرواية ألقا ووضوحا كبيرا، حتى الكثير من النقاد يعتبرون هذه الروايات هي أكثر دفئا وأكثر حميمية. وقد قال أحد الشعراء: من لا يعرف العشق إلا من يكابده. عندنا مثلين على هذا الموضوع، اللي موضوعة الشخص اللي يعيش أحداث الرواية. الأول الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي حاز على جائزة نوبل.
في بداية حياته الفنية كتب رواية أحلام القرية ولم تنشر. السبب أنه نجيب محفوظ كما معروف هو يعيش في وسط القاهرة، لم يزر الريف ولم يتعرف على أسرار القرية، فشلت الرواية. في حين أنه عندنا رواية بعنوان حكايات كوليما للكاتب الروسي شالاموف. هذا الكاتب المسكين عاش 17 عاما في معتقل كوليما، عانى ما عانى وتحمل ما تحمل من وحشية النظام وقساوة الطقس أيضا. كتب أروع القصص المروعة التي يقشعر لها البدن، وأصبحت أقوى وأبلغ من كثير من الروايات المتقنة الصنع. نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن الرواية وننتقل نتحدث عن رواية رائحة الطين بإيجاز حتى لا نفسد متعة القراءة للقارئ. رائحة الطين نص يقوم على عنصر المفاجأة وإرباك القارئ، تحمل تناقضات الإنسان في أقصى لحظاته. الرواية تعكس الواقع والحلم وتتصدى للمشاكل الأكثر أهمية وأكثر إلحاحا حتى تظهر الصورة الحقيقية للواقع الذي نعيش فيه. الحقيقة أن أحداث الرواية تعتبر شهادة حقيقية لمرحلة مهمة من تاريخ العراق في ستينيات القرن الماضي، بما يحمل من آلام وأفراح وأحلام. تعاملت مع أبطال الرواية كأناس من لحم ودم، تجدهم في الشارع وفي المقهى وفي العمل، تحركهم الرغبة والطموح ويخنقهم الفقر وتحاصرهم الدونية. إن شخصية أم كمال بالرواية تبرز بما تحمله من بعد إنساني يتجسد في أزمة الإنسان ومرارة العيش. الشخصيات في الرواية تتقارب لكنها لا تفقد فرديتها، بل تشترك في نسيج موحد يحمل الهم العام. الجاحظ يقول إن الأفكار ربما هي ملقاة على قارعة الطريق، لكنها تستدعي كاتبا ذا بصيرة نافذة وموهبة لكي يجسد هذه الأحداث. إخواني، وفي نهاية المطاف الكتابة عمل متعب وشائك، وقد قال أرنست همينغواي قال: تبدو الكتابة للوهلة الأولى سهلة لكنها من أشق الأعمال. كتبت لأتفادى الوحشة والوحدة، وأحيانا أتكور على نفسي مثل جنين في بطن أمي، لكنني لم أشعر بالضياع ولم أجثو على ركبي، بل ما زلت أنسج خيوط عشق مجنون لامرأة باهرة الجمال. ربي يطول عمرك. رمقتني بابتسامة خجولة وأنا أحبو على سلم الطائرة. انتابني الفزع، وأي مرارة سكنت روحي حين حملت حقائبها ورحلت. لكنني أعتقد أن الحياة تستحق أن تعاش حتى في أقصى الظروف. ورجائي لكم أيها الحضور الكريم أن تدركوا الفجر بعد ليل مظلم طويل. وشكرا لإصغائكم. اللي عنده مداخلة أي أسئلة أعرفوا شيء.
سؤال توضيح؟ نعم. سجل عندك يعني. سجل عندك. تفضل بعد. إيه. مساء الخير. حقيقة استمتعت كثيرا بنقل صديقي الأستاذ أمين هو ابن مرحلتي في كلية التربية، أنا وياه نفس الدرس، واستمتعت كثيرا أيضا بما قدمه الكاتب الآن من إضافة على مضمون الرواية. حقيقة قالها أحد الثلاثي الذين كتبوا الكتاب البيان الشيوعي، قال لم نتعلم عن أو لم نتدقق من مبادئ عيش الطبقات الأرستقراطية الفرنسية إلا من كتابات روحك خضراء أو وليس من كتب التاريخ التي ما أقدر أحكي عن الزهراء هنا. أحد الذين كتبوا ذكرت أم الطائرة مو؟ فإذا الرواية هي ليست تاريخ، وإنما هي حياة نابضة ضمن سطور يكتبها مبدع يقدمها إلى الناس الواعية التي كما نشاهد الآن في هذه القاعة الجميلة التي شرفتنا أن تستضيفنا بين فترة أخرى في مثل هذه الجلسات الجميلة. تحياتي الأخ أمين، الحقيقة كان بوعي داخل في تفصيلات الموضوع. أنا شخصيا سجين سياسي، وكنت في القاعة 57 في حاكمية المخابرات. أنا جيت شوي متأخر، بس صدقني اللي أنت كاتبه بصدق شيء، هذه مالت الكهرباء. هذا يعني مشكلة، أنت قاعد يشوف لك فلاني يشكلوه الكهرباء الفروق. فعلا هاي ذكرتني برواية The Sun Also Rises، لما هذا البطل مال الرواية ما يقدر يتزوج البطل اللي عاش عمره كله كذا، لأنه بالحرب انضرب طلقة في مؤخرة ظهره بحيث انقطع عنا. نعم، هذه أكفت شوية شبه بالموضوع هذا. والمسألة الأخرى اللي إذا أشار الأستاذ أمين قضية مال النقابة والرشوة، قبل حوالي أقل من شهر كنا قاعدين بمقهى الشعبندر بالمتلبي، جانا واحد صديقنا أعتقد أغلبكم نعرفه، يمكن ذكرى تعرفه دكتور زي هذا الرجال اجى رأسا بلش جوه قام يعلن عن نفسه، أنا أريد أرشح، أنا كذا كذا كذا، أنا أغير حياة الفنانين وطالب بقوانين، إحنا شغلتنا تشريع مو شغلتنا نشوف الشوارع ونبين شنو على مود نستجدي ود الناس حتى يعطينا. بعدين أنا سألت السؤال مو بالسوري على أي شايفين هذا غير شنو هذا أصلا صلب الماء. هي عائلة تعبانة راح. المهم جايب له توقيع الرئيس قال لك وقع الرياض. قال يسوي في مقاولة له بيع هذه البنادق مال هاي مال بها أفراس وبها حديد وبها شغلات. هاي مو أنا قاعد بالموضوع هذا. المهم الولد جاب كتاب في هذه المقاولة بيعمل شنو موافق وقع ما عليك. ودور الرجال راح على مدير الهيئة هاي تفضل. أشكرك تعبتك اليوم. هذه الخدمة احنا وعود. سيادة الرئيس بنقدر نجيب له هاي توقيعات لو مو توقيعات. المهم باعوا بيش بتبايعين ب 12 مليار دينار، هي تسوى لها 120 مليار لك. والله ليش بكره اليوم صرت هناك انشاء المطار؟ المهم خلت توقيع صكار
كان لهنا تشكى مطلبين أنا عم يسدد ترى لو كتب لهذا الطفل الصغير كتب بيتهم مدينة الحرية بعد السقوط راي كتلة شفت أبوه المسكين راي كتلة يعني حقيقة طفل صغير من كذا العمر الرئيسي لأنه لجر كل شيء لجر كل شيء دير قال كل شيء وقع لك التوفيق هاي ما تسوي عليه كلام ما أنا شكرا جزيلا الحمد لله والشكر. اخوان اكو واحد عنده تعليقات شيء سؤال اي شيء؟ إيه. استاذ فوزي استاذ فوزي. إيه؟ تفضل استاذ فوزي. السلام عليكم. السلام. بداية أحب أشكر الدكتور مجاهد على هذا الطرح، لأن هذه أول مرة أتشرف بالحضور هنا، فشكرا جزيلا دكتورنا، شكرا جزيلا. وأبدأت في اختيار الاسم لأن أصلنا هذا، شكرا جزيلا. أما بالنسبة للأخ الأكبر أبو أنس، يعجبنا هيك نسميه احنا لأن أخونا الكبير. أجبت يا أبو أنس وأبدعت في هذه الرواية، ولكن رأي شخصي يعني أقول بطلة الرواية هي الأصل، ألا وهي الأم. لو لم تكن هناك أم كمال لما كان كمال صيدلي، من رحم المعاناة، الجوع، الرهبة، العوز. فقدت، قرأت الرواية يقول بنت أغنياء بالتاجر هي، ولكن من أجل ابنها قبلت أن تخدم حتى توصل وتشوفنا كمال الصيدلاني. كنا احنا نتمنى أولادنا يكونون مجال طبي، كنا فشكرا لهم كمال. وأكد عليها الأستاذ أبو أنس، قال هاي من رحم، يعني هذه مو كمال، مو خيال، كمال موجودة وهواية موجودة يعني، خصوصا عندنا. فشكرا لك يا أستاذ فريد، يا أبو أنس، يا أخونا الكبير، شكرا جزيلا. وشكرا للدكتور مجاهد على هذا الصرح، وشكرا لأبو أنس على هذا الإبداع، وشكرا للحضور على الإصغاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. قبل أن ننهي الجلسة هناك سؤال؟ هناك مداخلة؟ السلام عليكم. السلام. حقيقة ما أغوص في متن الرواية، وإنما كتبت بعض الملاحظات شنو؟ سأقرأها عليكم بصورة سريعة كي لا أخذ كثير من وقت. تعرفت على الصديق أبو أنس كما تعرف عليه الدكتور مجاهد الذي لهجة مجازية. تملك الرواية رغبة الوجع النبيل، ذلك الوجع الذي يصنع إنسان يرى العالم من وراء معاناته لا من وراء رغباته، ويحول الشرخ إلى وحي والفقر إلى نوع من الملاذ العادي. صبر البطل لم يكن خوفا من الفراغ، بل ومضة من الحقيقة المرة. تصنع الصبر لا في خانة، تضع الصبر لا في خانة الفضيلة، بل في خانة الدفاع الرئيسية عن العدم.
الخيال فيها يأخذنا إلى تلك اللحظة التي يلتقي فيها الإنسان مع ذاته ومع العالم، حيث يصبح الضوء حاضرا رغم الظلام لتبدأ الحياة الفعلية. تنشد الرواية لحنا بديعا أن تكون إنسانا، يعني أن تخسر، أن تتمسك بين أن تصاب بشرط يعلمك الرؤية، المعنى ليس في السلام بل في الصراع بين الامتلاء والنقص، بين الحلم والحقيقة.